أهلا بكم أعزائي المشاهدين. سوف نتعرف اليوم على الأزمنة في اللغة الكردية. الأزمنة دم. هناك جدولان كما تشاهدون، العمود الأول والأزمنة دم باللغة الكردية، وعلى اليمين الأزمنة معناها باللغة العربية. كما نلاحظ هناك ثلاثة أزمنة دمعنها، ثلاث أزمنة أساسية: دمعنها أو الزمن الحاضر، ودما ب زمن المستقبل، دما ب يعني زيك زمن المستقبل القريب. إذن الزمن الحاضر زمن واحد، أما المستقبل هناك اثنان: دما ب يعني زيك أو زمن المستقبل وزمن المستقبل القريب. أما الباقية وهي 5 أزمنة فهي كلها أزمنة الماضية. هي طبعا إذا تتذكرون الدرس السابق قلنا لماذا كان هناك جذر للأزمنة الماضية؟ لأن الأزمنة الماضية هي 5 وليست واحدة فقط. عندنا إذن 5 أزمنة ماضية سوف نقرأها عليكم: دما بوريا تيدي الزمن الماضي القريب، دما بوريا دودار الزمن الماضي البعيد، جيروكيا دما بوريا تيدي قصة الزمن الماضي القريب، جيروكيا دما بوريا دودار قصة الزمن الماضي البعيد، دما بوريا بردست الزمن الماضي المستمر. الآن سوف نتناول في هذا الجدول أمثلة على كل زمن من خلال فعلين كما نشاهد 3 أعمدة. العمود الأول الأزمنة وهي دمانها، دما ب، دما بياني زيك، دما بوريا تيدي، دما بوريا دودار، جيروكيا دما بوريا تيدي، جيروكيا دما بوريا دودار، دما بوريا بردست. والعمود الثاني ليكر أو فعل شكاندن، شكاندن بمعنى الكسر. والعمود الثالث ليكر خوارن الفعل الأكل. الآن نعود إلى العمود الثاني ليكر شكاندن، عفوا شكاندن. سوف نقوم بتصريفها حسب الزمن الذي يقابله والشخص الأول، حسب الشخص الأول أي أنا. شكاندن دمانها دشكينم. نلاحظ أعزائي المشاهدين ما هي اللواحق التي أضفناها إلى جذر الفعل شكاندن. جذر الفعل في الزمن الحاضر هو شكين كما تشاهدون، الملون باللون الأسود. أما د وإم هي اللواحق. دما ب أو زمن المستقبل د بشكينم، د بشكينم. دما ب يعني زيك، دكم بشكينم، دكم بشكينم. دما بوريا تيدي شكاند. شكاند طبعا هو جذر الفعل في الأزمنة الماضية. نلاحظ الآن في الأزمنة الماضية التي تتلوها أو تليها كيف يتم إضافة بعض اللواحق. نشاهد الآن: دما بوريا دودار شكانديا، دما چیرۆکیا دەما بوریا تێدەی شکاندبوو، چیرۆکیا دەما بوریا دوودار شکاندبوویە، دەما بوریا بەردەست دشکاند. الآن الفعل الآخر خوارن. خوارن حسب دمانها دخم، دما بي دي بخم، دما بي يعني زيك دكم بخم، دما بوريا تيدي خوار. وهذا خوار هو جذر الفعل في الأزمنة الماضية التي نتابع أيضا: دما بوريا دودار خواريا، جيروكيا دما بوريا تيدي خواربو، جيروكيا دما بوريا دودار خواربويا، دما بوريا بردست دخوار. وشكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين.